السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم القصة ديال أنتيغون مزيان كما هي، نشرح لكم بالدارجة المغربية ان شاء الله. Alors, nous commençons par la fiche de lecture de cette pièce théâtrale Antigone. La première chose أول حاجة خصنا نعرفوها le titre de l'œuvre. Le titre هو Antigone. غادو البال مزيان كيفاش كتكتب أنتيغون، والحرف الأول ديما كنكتبوه ماجيسكول وكنسطرو على لو تيتر. كنسطرو على لو تيتر باش ما يتخلطش لينا مع الشخصيه اللي كاينه في القصه، يعني حيت أنتيغون راها اسم ديال واحد الشخصيه في القصه ديال واحد البنت، او ميم طون راها لو تيتر دو لوفر. ننتقلوا دابا لدات ديكريتور. بياس écrite en 1942. هاد لا بياس هادي تكتبات في 1942. دابا ننتقلوا لدات دو بريزونطاسيون، كانت في 1944. ردوا البال مزيان لي دات، يعني 42 كانت لا دات ديكريتور و 44 كانت لا دات دو بريزونطاسيون. ايبوك هو القرن، كانت في الفانتيام سيكل، بحال لا بوطا ميرفي بجوجهم، يعني سواء تحط لكم في الامتحان لا بوطا ميرفي ولا أنتيغون يقالوا لكم ايبوك ديروا 20، القرن العشرين. القرن مثلا ما عقلتوش عليه، وعقلتو على 1944 لا دات دو بريزونطاسيون. كنشدو ديك 1944 كنضربو ديك 44 الاخرى كنحيدوها كاع، كتبقى لنا 19. ديك 19 كنزيدو ليها واحد هي عطاتنا 20، هي القرن العشرين. هذا هي كمعلومه اضافيه. دابا غادي ننتقلو نعرفو ايبوك دي زيفينمون، يعني متى وقعت هاد الاحداث، ماشي متى تكتبات، متى وقعت. هاد الاحداث هادي وقعت في لونتيكيتي غريك، في عصر اليونان القديمه. lieu de l'action palais de تيب، يعني هاد الاحداث هادي وقعت في قصر تيب. تيب هي واحد المدينه كاينه في اليونان. لوتور هو جون انوي. شوفوا كيفاش كيتكتب جون انوي، عقلوا مزيان كيفاش كيتكتب، والحروف الاولى كنديروهم ماجيسكول. date et lieu de naissance né en 1910 à Bordeaux، تزاد في 1910 في بوردو. date et lieu de décès mort en 1987 à Lausanne، يعني مات في 1987 في لوزان. 6 œuvres، كاينين الا مثلا قالك عطيني واحد جوج لي زوفر ديالو هادو حفظوهم. لو فواياجور سون باجاج، والثانيه لا لويت. لو جونغ تراجيدي مودرن. علاش تراجيدي وعلاش مودرن؟ فاش كنقول تراجيدي غنعرف كاين الموت، كاين الحرب، كاين الحزن، كاين البكاء، المهم داكشي كامل الحزين كاين. التراجيدي ديما كتكون كتابة المأساة، يعني كتكون واحد القصة مأساوية والنهاية ديالها كتكون حزينة، وكيكونوا فيها موت الأبطال، يعني الأبطال ديال ديك القصة كيكونوا كيموتوا في النهاية. ومودرن حيت تعاودات تكتبات لينا، حيت هاد الكاتب هذا جون انويل راه غير عاود كتبها لينا. هاد القصة دي كان شحال هادي وغير عاود كتبها لينا في القرن العشرين. هنا فوكاليزاسيون زيرو. علاش؟ كار لوتور راكونت اون يوتيليز il، يعني هنا الكاتب علاش قلنا فوكاليزاسيون زيرو، حيت الكاتب غير كيعاود لينا، غير شي واحد معاود ليه وكيعاود لينا، ماشي هو اللي طراو ليه الاحداث. داكشي علاش قلنا فوكاليزاسيون زيرو، ماشي بحال لا بوطا ميرفي اللي عقلتو قلنا فوكاليزاسيون انترن، يعني الكاتب هو اللي كيعاود داكشي اللي طرا ليه، كيعاود داكشي اللي طرا ليه وكيستعمل جو. هنا العكس، لا هنا فوكاليزاسيون زيرو حيت كيستعمل il، هو غير كيعاود لينا، ماشي هو اللي طراو ليه هاد الاحداث، غير كيعاودهم لينا. دابا غادي ننتقلوا للروجيستر دو لونغ. بعض المرات كنلقاو نيفو دو لونغ. هنا عندنا لونغاج كورون بارفوا فاميليي. لي تيم برينسيبو، عندنا اول تيم لو دوفوار اللي هو الواجب، لا فاتاليتي اللي هي القدر، لا ريسبونسابيلتي اللي هي المسؤوليه، لا فراترنيتي اللي هي الاخوه. دابا ننتقلوا للبيرسوناج برينسيبو. عندنا أنتيغون راه هي الشخصيه الرئيسيه، هي البيرسوناج برينسيبال ديال هاد الغومون. عندنا اسمان راه هي خت أنتيغون، وكريون راه هو خالهم، خال أنتيغون واسمان. ايمون ولد خالهم، ولد كريون، ولد خال أنتيغون واسمان، او ميم طون الفيونسي ديال أنتيغون، خطيب أنتيغون. ننتقلوا دابا نشوفوا لي بيرسوناج سكوندير. عندنا لا نوريس هي المربيه ديال اسمان وأنتيغون، كيعطوا لها نونو. ولو ميساجي هو المرسول، غيبان لينا مره وحده في القصه، ملي بان ليك المرسول لو ميساجي عرف بان القصه قربت تسالي. لو كور ما كتقراش لو شور، غير كتكتب لو شور، اما هي كتقرا لو كور، هو واحد الشخصيه مهمه في الغومون. لي غارد
لي غارد هما الحراس، عندنا 3 ديال لي غارد. لو باج هنا هو الخادم ديال الكريون، هو فين ما كيمشي كريون كيكون معاه. أوغيديس هي المرا ديال الكريون ومامات ايمو. هنايا غادي ننتقلو نشرحو الرواية ديال أنتيغون اللي هي تتمة ديال أسطورة أوديب. المهم غادي ندوزو نعرفو كيفاش تكتبت القصة كتبدا بمينيوسي هو واحد الملك كانوا عنده 2 ديال الولاد، كانت عنده جوكاس و كريون. جوكاس الملكة مزوجة بالملك ليوس، والملكة حملات عندهم ما ديك الساعة فشي تقاليد فشكال كيبغيو يعرفوا المستقبل ديال الجنين قبل ما يولدوه. والملك بغى يعرف الجنس ديال الجنين والمستقبل ديال مشى عند واحد الشواف واحد لوغاكل ويقول ليه قال لي عندك ولد وهذا الولد غادي يقتلك ويتزوج بمو. الملك تصدم من هاد الهضره، الملك باش يتهنى من هاد الهضره هادي باش ما يوقعش هاد الشيء. ملي ولدت جوكاس الملك خاف من ديك الهضره اللي قال ليه لوغاكل اللي عندك الشواف هذاك، ويقول للخادم ديالو غادي تاخذ هذا الجنين. ملي ولدت مرتو قال لي غادي تاخذ هذا الجنين وتربط ليه رجليه وغتلوحو في واحد الغابه. الخادم ما قدرش مسكين يدير هذا الشيء، يعني جنين شنو ذنبو ما قدرش، وخالف الاوامر ديال الملك وخد داك الولد هذاك وعطاه لواحد العائله مساكن كانوا كيتمناو يكون عندهم الولاد. مساكن تبناوه وسموه أوديب، ولكن الملك ما عرفش هذا الشيء. الملك كيصحاب له بلي الخادم دار داكشي اللي قال ليه، ولكن الخادم ما قدرش يدير داكشي اللي قال ليه الملك ديالو. المهم الخادم غدر الملك ديالو. صافي الملك كيصحاب له بلي تهنى من داكشي اللي قال ليه لوغاك داك الشواف. دازت الايام وأوديب وقع ليه واحد المشكل مع ديك العائله اللي رباتو، عرف بير غير مربيه. مشى بغى يقلب على الاصل ديالو حيت هو ما عرفش العائله ديالو حيت تخلاو عليه وهو صغير. ملي كان غادي في الطريق وتلاقى با، هو ما عرفش بلا هو با، قال ليه ليوس حيد من الطريق. أوديب ما رضاش هو يقتلو، يعني أوديب قتل باه اللي هو ليوس. هادشي اللي قال لهم الشواف تحقق، أوديب قتل باه. الجزء الاول ديال الشواف تحقق. هنا هادشي اللي قلت هذا لخصتو في هاد الخطاطه هادي. ليوس تزوج بجوكاس ولد أوديب. هذاك أوديب ملي مشاو عند لوغاكل اللي هو الشواف قال لهم لو فيس va tuer son père et épousera sa mère، يعني يقتل با ويتزوج بمو. Lios décide de se débarrasser de son fils، يعني بغى يتهنى منو. une famille qui va l'adopter، هادشي لخصتو لكم، يعني واحد العائله تبناتو. أوديب a tué son père، يعني أوديب قتل باه. صافي أوديب ملي قتلو بقى غادي. ملي وصل للطيب هاد البلاد كيحكمها واحد كيعطي واحد اللغز اللي ما جاوبش عليه كيقتلو. عطى اللغز لأوديب وهو يجاوب عليه وهو مرضاش هو يقتل راسو. الناس ديال ديك البلاد فرحات، ديال ديك البلاد ديال طيب فرحوا باش يجازيو أوديب انه السبب ديال هذاك فاش تقتل. هنايا هما غادي ينوضوا يقولوا ليه حكر الملكه ارمله مات ليها الراجل اجي تزوج بها، ولكن هو دابا بغى يتزوج مو، لكن هو ما عرفش بالله هي مو. المهم هنايا أوديب تزوج بجوكاس اللي هي مو، ولكن هو ما عرفش دابا جوكاس ولات مو وفي نفس الوقت مرتو، ولكن هو ما عرفش. دازت سنين ولد معاها 4 ديال الدراري، ولد مع أنتيغون إسمين وبولينيس وإتيوكل. واحد العام جا الوباء والطاعون لديك البلاد. بحكم انهم هما ديما مرتبطين بداك الشواف داك لوغاكل، ملي مشاو عنده قال لهم بلاتي بعدا انت راك مزوج بمك. ناض أوديب خشى صباعو في عينيه حتى مات. جوكاس ملي سمعت الهضره انتحرت. هنا الهضره ديال لوغاكل ولات بصح. أوديب قتل باه وتزوج بمو. الغومون هنا فين غادي تبدا. أوديب وجوكاس صافي مشاو، هنا غادي تبدا الغومون ديال أنتيغون. انا شرحت لكم الاحداث اللي قبل باش تعرفوا القصه، باش تعرفوا ملي تقراو القصه تعرفوا عليه شنو، تفهموا مزيان شنو كاين في ديك القصه. يعني هاد الاحداث هادو دابا اللي شرحت لكم راه ما كاينينش في القصه، ولكن نتوما غير باش تفهموهم تعرفوهم باش القصه تبقى داكشي غادي متسلسل. هادشي اللي قلت دابا لخصتو في هاد الخطاطه هادي. قلنا أوديب تزوج بجوكاس تولد معاه 4 ديال الدراري أنتيغون وإسمين بولينيس وإتيوكل. أوديب a épousé sa mère جوكاس، يعني تزوج بماما. Après des années جوكاس et أوديب apprennent la vérité، يعني يعرفوا الحقيقة. جوكاس s'est suicidé وأوديب s'est crevé les yeux، يعني جوكاس انتحرت وأوديب خشى صباعو في عينيه حتى مات. دابا الملك مات، خص لي ياخد بلاصتو. هو عنده 4 ديال الدراري، بقاو دابا غير ولادو، عنده 2 بنات و2 ولاد. البنات ما يمكنش يحكموا البلاد، بقاو غير الدراري، بقى إتيوكل وبولينيس.
ايوا المهم ضربوا كل واحد بغى يحكم البلاد، وباش يفكوا المشكل اتفقوا انهم يتناوبوا على الحكم، يعني كل واحد يحكم عام. مع ايتيوكل هو الكبير، هو اللي غادي يبدا الاول، هو اللي غادي يحكم الاول. ايوا هنا ايتيوكل هو اللي بدا الاول، هو اللي يحكم الاول. ايوا هنا ملي داز العام ايتيوكل عجبو الحال، ما بغاش يعطي العرش لخوه بولينيس. الوغ انا بولينيس شنو غيدير ملي ما بغاش يعطيه؟ غادي يمشي يجيب الاعداء ديالو باش يتخربوا معاه، الاعداء ديال التاب. التاب هو البلاد فين كيوقعوا الاحداث، وغادي يجيب داك الاعداء وغادي يهجموا على ايتيوكل. وهاد الجوج دابا ديال الخوت غيوليو اعداء، غادي واحد يقتل الاخر على ود داك العرش ديال تاب، غادي يتقاتلوا صافي غادي يقتلوا بعضياتهم. المهم هادشي اللي قلت دابا راني لخصتو في هاد الخطط هادي. قلنا لي دو فخير ديسيد دو ريني اون التيرنون سور تاب، يعني اتفقوا انهم بداو يتناوبوا على داك العرش. مي لا بروميير اني باسي ايتيوكل ne voulait pas céder le pouvoir à son frère Polynice qui va faire appel à une armée étrangère contre son frère. Alors هنايا ملي دازت العام ايتيوكل ما بغاش يعطي لبولينيس نوبتو باش يحكم داك العرش، باش يحكم داك البلاد. ايوا ملي ما بغاش يعطيه مشى جاب ليه سميتو، مشى جاب ليه الاعداء ديال ديك الطيب. الوغ هنايا شنو كيأدي هادشي؟ يعني ضربوا هداكشي، قتلوا بعضياتهم، يعني لا مور دي دو فخير كي سو سون اونتروتوي يعني ضربوا بيناتهم وقتلوا بعضياتهم. الوغ هنا الدراري بجوج ماتوا على ود العرش، والبنات اللي بقاو وهنايا ما يمكنش يحكموا. ايوا هنايا غادي يشوفوا اقرب واحد العائله اللي هو خالهم، اللي هو خمهم جوكاس وهو كريون. دابا كريون ولا الملك الجديد النوفو روا، حيت اوديب ولادو ماتوا جوج، ايوا بقى كريون هو اقرب واحد العائله وتولى الحكم. ايوا دابا كريون اللي هو الملك الجديد جاو يقول لهم دفنوا ايتيوكل وما تدفنوش بولينيس، حيت هذا الملك هذا كريون اعتبر ان بولينيس خائن، حيت اعتمد على الاعداء باش يهجموا على الخو، وخو باقي في العرش، باقي ملك زعما هجم عليه. باغ كونطخ اعتبر ايتيوك هو البطل. ايوا قال لهم دفنوا ايتيوك وما دفنوش بولينيس، زعما باش بولينيس يتعذب، حيت هما عندهم في اعتقاد اليونان القديمه قال لهم عندهم ان كل جسم لا يدفن لا ترتاح روحه، زعما هذا هو اشد عقاب غادي يعطيه الملك خيون لبولينيس لانه اعتبره خائن. وفي نفس الوقت بغى الملك يكون داك بولينيس العبرة، يكون عبرة لكل واحد باغي يخون، يعني يكون عبرة الناس، يعني كيقول لهم شوفوا الخائن شنو كيوقع ليه، شنو المصير ديالو. المهم هنا الملك اعتبر بولينيس خائن كما قال لهم تريتر اي ريفولتي، يعني قال لهم خائن ومتمرد حيت هجم على الملك. ايوا صافي قلنا هنا يدفن ايتيوكل وخلا بولينيس فواحد المساحه ديال القصر هنايا باش كيبقى عبره للناس، باش كل واحد شافو كيقول يعني الا خنت شوف شنو المصير ديالي غادي يكون. وقال لهم لي دفنوا غادي نقتلوه، يعني حتى شي واحد ما يحاول يتجرأ يدفنو. وهنا فين غادي ينوض الصداع، هنا غادي تجي اونتيغون غادي ترفض داك القرار اللي اتخذ خالها كريون اللي هو الملك. يعني اونتيغون قالت هادو بجوج خوتي، يعني بجوجهم خصهم يدفنوا. وهنايا الدور ديال انتيغون هنايا هو دفن خوها بولينيس. المهم هنا انتيغون بغات تدفن خوها باي طريقه، المهم كتحاول وكتفشل، وكتعاود تحاول وتفشل، المهم كتحاول مرارا وتكرارا بغات تدفن خوها. وهنا كريون حاول يقنعها باش ما تدفنش خوها، قال لها باش يكون عبره لكل خائن، ولكن انتيغون اللي فراسها باغ كونط اختها اسمان لا، اختها اسمان خافت. المهم كتحاول تدفن خوها بتخبيه على سميتو على كريون. المهم ملي ما بغاتش تنازل على انها تدفن خوها صافي الملك كريون عيا معاها، حيت حاول مره ماشي جوج والو، اللي فراسها قالت لهم ندفنو يعني هذاك واجب عليا انني ندفن خويا. ايوا الملك اللي هو خالها ما حنش فيها، حيت هي صافي ما بغاتش تسمع ليه، صافي حتى هو ما حنش فيها. ايوا امر الحراس ديالو وقال لهم باش يحطوها في واحد الحفره وبداو يضربوها بالحجر باش تكون عبره لكاع الناس، باش الناس حتى هما يخافوا، يعني الا قال لهم شي حاجه ما يخالفوش الاوامر، وتكون عبره لكل خائن، يعني حتى واحد باش كلشي يكون صادق. ايمو هنايا واللي هو ولد كريون وفي نفس الوقت هو الخطيب ديال انتيغون، ولد خالها وخطيبها، حيت هو خطيبها وكيبغيها هكا، انتحر، بغى يموت حداها. ايوا انتحر حيت بغى يموت حداها، انتحر صافي ومات حداها. هو فينالمون مات بجوج، داكشي علاش القصه كتسمى اون تراجيدي، يعني مات انتيغون ومات هو سميتو، مات داك ايمون اللي هو خطيبها. الملك كريون اصبح وحيدا، يعني بقى بوحدو. المهم هاد الخطط لخصت داكشي اللي قلت دابا. لو فرير دو جوكاس اللي هو كريون غين سور تاب، يعني كريون هو ولا الملك ديال تاب، هو اللي كيحكم.
هنا بدا selon la loi de Créon, Polynice est un traître qui n'a pas droit à l'enterrement. Il restera proie au corbeau pour servir d'exemple. هنا حسب كريون اعتبر أن بولينيس تخيتر خائن وما عندوش الحق باش يتدفن، يعني الخائن شوف المصير ديالو كي كيكون بغا يخليه عبرة للناس باش حتى واحد ما يخون.